من اكبر الغلطات اللي ناس كتير بتقع فيها وهي بتحاول تبيع اونلاين ان هم بيركزوا قوي على المنتج والماركتينج وبينسوا بقى اهم حاجه هيستلموا الفلوس ازاي. وده عشان كتير من مشاكل البيزنس الحقيقيه بتبدا بعد ما العميل يقرر انه يشتري. اخليه بقى يدفع فيزا ازاي، اديله المحفظه بالرقم بتاعي ولا خطر، دفع ولا لسه، طب لو عايز ارجع له الفلوس عاملها ازاي، ومين هيشيل النسبه، واضمن كل حاجه ازاي. ده غير بقى ان انت بتبقاش عارف مين دفع كام وامتى بالظبط، وما عندكش احصائيات حقيقيه ريل تايم كده تقدر تتابعها. وعشان كده بقى انا جايب لك النهارده حاجه لذيذه هتحل لك كل المشاكل دي، اكس باي. واكس باي مش بس هتساعدك كصاحب بيزنس انك تعرف تستقبل فلوسك، لا ده كمان هيبقى مكان واحد فيه كل حاجه انت محتاجها. بعت قد ايه، الكلاينتس الموجودين دلوقتي مين، المصاريف اللي اتخصم، غير بقى انه بيجيب لك رصيدك وبيقسمه لك تقسيمه واضحه. اول حاجه الفلوس الجاهزه اللي موجوده في حسابك، الفلوس اللي لسه بيندنج او جايه في الطريق ما وصلتش، والفلوس اللي بقت موجوده من حاجه طلبت تعمل لها ريفند. غير كل ده بقى اكس باي بتوفر لك اكس باي انتليجنس، ده اي اي معمول عشان يساعدك، بيشوف كل البيانات اللي عندك، ومنها مثلا هيعرفك مين احسن كلاينت عندك، مين من العملاء قربت تخسره، ومين محتاج تركز معاه اكتر. وكل المعلومات دي لو استخدمتها صح هتساعدك جدا انك تعرف تكبر البيزنس بتاعك. واللي عجبني انا شخصيا بقى سهوله وسرعه كل حاجه. يعني مثلا ممكن بكام دوسه اعمل لينك دفع وابعته للكلاينت، يدخل عليه بقى وبعدين يختار البيمنت ميثود اللي هو عايزها، سواء فيزا، ماستر كارد، ميزه، فاليو، او اي محفظه، وكل ده في اقل من دقيقتين. واحلى حاجه بقى لو انت صاحب بيزنس، انت ممكن تجرب التجربه دي كلها من غير بقى ما تحتاج تتواصل مع حد سيلز او كده، كله اونلاين. فانا شايف ان دي فرصه حلوه ليك قوي لو انت صاحب بيزنس. باستخدام اكس باي تقدر تعمل اسهل واسرع انتجريشن مع الويب سايت بتاعك، وده بقى هيريحك ويشيل من دماغك كل حاجه ليها علاقه بالدفع، وتقدر تركز مع البيزنس بتاعك.